السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم من جديد. رئيس رابطة نادي الزمالك في الإمارات قال في اون سبورت إن احنا مدام نادي الزمالك خد موقف وانسحب احنا مش هنشجع حد غير نادي الزمالك ولا هنشجع حد غير نادي الزمالك، وعشان كده احنا كمان قدمنا اعتذار وهنرجع التذاكر. وبالتالي مجلس الامارات عمل رابط انهم يقدروا يدخلوا عليه ويسحبوا او يرجعوا ثمن التذكره. لكن اللي حصل من لحظات شيء غريب جدا، يمكن غريب على البعض لكن بالنسبه لي مش غريب، او ليه كتير جدا من الاهلاويه ما كانش الامر غريب. ايه اللي حصل؟ ان مراسل اون سبورت طلع على الشاشه في تقرير ليه وقال ان رئيس رابطه نادي الزمالك وايضا جماهير نادي الزمالك رفضت انها ترجع التذاكر او اسعار التذاكر، وبالتالي هتروح تشجع نادي بيراميدز ضد الاهلي. سبحان مغير الاحوال، شيء غريب، شيء عجيب. للاسف الشديد كنت بتمنى بغض النظر عن هيشجعوا مين، لكن كنت اتمنى اني انا كمشجع ما شجعش الا فرقتي مهما حصل. بنشوف مثلا خلف الشاشات ان ده بيشجع مثلا او عايز الاهلي يتغلب او عايز الزمالك يتغلب، لكن ان انا اروح المدرج مخصوص واروح اشجع ضد النادي اللي هو المفترض ان انا كنت هنافسه. لكن للاسف ده اللي حصل، وجماهير نادي الزمالك رايحه بكره تشجع بيراميدز. لكن الحق يقال، دي اول مره تحصل في تاريخ كره القدم، اول مره تحصل في تاريخ كره القدم. عايز اقول لحضراتكم ان جماهير النادي الاهلي لا يمكن تعمل كده، على مسؤوليتي. مفيش اي مباراه ممكن يكون حصل فيها ان جماهير النادي الاهلي راحت شجعت ضد نادي الزمالك. ممكن جماهير الاهلي تتمنى خساره نادي الزمالك في مباراه، وجماهير نادي الزمالك تتمنى خساره الاهلي في مباراه، لكن ان انا اروح المباراه واشجع فريق المفترض برضو ان هو الزمالك بينافسه في بطولة الدوري الممتاز، ده هو الشيء الغريب. وهو ده اهم خبر حبيت انوه بيه واقول لحضراتكم عليه. بالفعل ده اللي حصل، وانا اعتقد ان مراسل اون سبورت مش هيكذب ولا ان هو هيقول كلام الا اذا كان متأكد منه. ايضا ده كلام وتأكيد على كلام كابتن مدحت شلبي اللي طلع امبارح وقال ايه المشكلة يا جماعة لما تروحوا تشجعوا النادي المنافس على اساس ان ده هيلعب ضد النادي الاهلي. برضو كان شيء غريب من الكابتن مدحت شلبي انه يطالب جماهير نادي الزمالك انها تروح تشجع فريق المفترض انه منافس ليهم وللنادي الاهلي. هو ده حال الكرة في مصر. لكن على اي حال النادي الاهلي لا يخشى شيء ولا يخشى احد على الاطلاق. النادي الاهلي والصقر الاهلاوي والنسر الاهلاوي موجود في اي مكان ومنتظر ايا كان مين اللي هيلعب المباراة بكرة. ان شاء الله باذن الله هيكون مباراة كبيرة بين الاهلي وبيراميدز الرسوت سابقا، ويحقق النادي الاهلي انتصار كبير على بيراميدز ويفوز ببطولة السوبر المصري ان شاء الله بالامارات. قبل ما اختم مع حضراتكم ما انساش اذكر حضراتكم بدعمنا على قناتنا على السوشيال ميديا، فيسبوك وتويتر وانستجرام وتيك توك واليوتيوب. شكرا لحضراتكم على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.